بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عاوز أتكلم مع حضراتكم النهاردة على عنوان يمثل مرض روحي ومرض اجتماعي اسمه المبالغة، وهنقول إيه هي المبالغة ونشوف إيه الصور بتاعتها. المبالغة معناها إن واحد بيدي أي موضوع أكبر من حجمه، سواء في طريقة وصفه أو في ردود أفعاله في موقف ما. حتى الشباب يقولوا كلمة اوفر او مؤفر، معناها انه رد الفعل لا يتناسب مع الفعل، وده نوع من انواع المبالغة. علشان ما نتوهش تعالوا نمسك الموضوع حتة حتة. اول حتة هتكلم عنها هي المبالغة في الحياة الروحية. يعني ايه المبالغة في الحياة الروحية؟ يحذرنا القديس بولس الرسول ويقول كده: لا ينبغي احد ان يرتقي فوق ما ينبغي، بل يرتقي الى التعقل. يعني ما ينفعش في الحياة الروحية تشيل أكتر من قامتك وأكتر من طاقتك، لأنك ممكن تبتدي وما تكملش. وده اللي خلى الكنيسة بحكمتها تقول في حاجة اسمها مرشد روحي، وفي حاجة اسمها تلمذة، وفي حاجة اسمها أب اعتراف بيحط قانون روحي وعارف إمتى يتدرج وإمتى يزود وإمتى يخلي ابنه ينمو حتة حتة. يبقى ده أول جزء أو أول وجهة نظر في موضوع المبالغة وإزاي طبقناها في الحياة الروحية. كمان في المبالغة في الحياة الروحية والخدمية إن الإنسان يشيل أكتر من طاقته في الخدمة، فتلاقيه كده داخل في 5-6 خدمات، لا قادر يسد في واحدة فيهم، وجه على بيته وجه على زوجته وجه على أولاده، وما بقاش حتى لاقى وقت يقعد فيه مع ربنا. طب ما هو دي مبالغة برضو محتاجة مراجعة عشان نبقى كل حاجة بتاخد وقتها. وكمان من المبالغات اللي موجودة في الحياة الروحية والحياة الخدمية انه يطبق الوصية من غير تمييز. يعني مثلا سمع آية بتقول إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبيع كل ما لك وتعالى واتبعني، وسمع أبونا في الوعظة بيقول الأنبا أنطونيوس عمل كده، فياخد نفسه كده ويسخن ويبتدي يسيب كل حاجة ويبيع كل حاجة ويقول أنا رايح أترهبن زي ما الأنبا أنطونيوس عمل. الحقيقة برضو دي مبالغة في الفهم ومبالغة في التطبيق، لأن ما راعيتش انت قامتك شكلها إيه. في أوقات الانفعالات العاطفية بتخلينا ناخد قرارات مبالغ في حجمها وما نقدرش نكمل. الموضوع ليه بقية ونكمله بكرة مع بعض في موضوع المبالغة. صباح الخير.